السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التتشاوي الجمال، رجعت لكم بحلقة جديدة من برنامج الكورة مع التتشاوي. بس قبل ما نبدأ ما تنسانيش في اللايك والشير وسبسكرايب وتوحد الله وتصلي على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين وتفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بأول. وما تنساش التحدي بتاعنا 1000 متابع بنهاية السنة، ونوصل الفيديو ده لكام؟ لأكبر عدد من اللايكات. وما تنساش لأن اللايكات أو التفاعلات بتاعتكم قليلة جدا جدا على الفيديوهات، فشجعونا وادعموني عشان نبقى اقوى واقوى من كده. مستني كومنتاتكم ومستني لايكاتكم على الفيديو ده، حمسونا عشان يبقى فيه فيديوهات اكتر. ويلا نبدا يا تتشويه. هنبدا بمباراه مصر ضد جنوب افريقيا اللي خلصت امبارح بنتيجه كبيره على منتخب مصر، وهي 3-1. 3-1 على ارض منتخب مصر، دي فضيحه. هتقول لي منتخب بقى مش ناشئين، منتخب محليين، منتخب او مفيش الكلام ده. منتخب انت لامم منتخب محليين. بس ليه ما تجيبش ناس عندهم خبره؟ ليه ما تجيبش ناس عندهم كفاءه؟ انا واحد من الناس كنت متابع البطوله ديت. كنت متابع اللي احنا الماتش الاول خلص 1-1 وكنا عاملين اداء كويس على جنوب افريقيا، وكنا محجمينهم ومقفلين نص الملعب ومقفلين عليهم الدفاعات ومقفلين عليهم كل حاجه، وده في ارضهم. فاحنا توقعنا ان احنا هنيجي هنا هيبقى ماتش سهل، بالاخص اللي انت عندك كمان الماتش اللي بعديه ماتش ملاو، فماتش سهل جدا، او مالي، فالماتش يعني سهل بما يعني فوق ما تتخيل. فماتش كان سهل انت تكسبه، وعملت عليهم. يعني اللي مضايقك اللي انت عملت ماتش على ارضهم جامد جدا، فكنت تتوقع على ارضك اللي انت هتعمل ماتش يكسر الدنيا. لا، ده ما حصلش، ده ما حصلش. احنا شفنا ماتش سيء جدا. لعيبه منتخب مصر تحس مش قادره تقف. الوحيد اللي كان بيلعب هو سيد نيمار وعنتر، محمد عنتر، اللي هو لاعب الزمالك سابقا وبيراميدز والمصري. ادى كوره. لاعب عنتر 32 سنه بيلعب في المقاولين، بس بيدي كوره، لسه سريع زي ما هو، لسه عنده انطلاقات. بس الحقيقه منتخب جنوب افريقيا اللي احنا بينا بنخش في كل مواجهات فريق اول بقى، فريق ناشئين، فريق مش عارف، كله بقى قدامه. امبارح احنا عملنا ماتش وحش. ده زي السنغال، يعني السنغال زمان، يعني اكيد انتوا فاهمين. او مش من زمان، ده من كام سنه. بس امبارح احنا عملنا ماتش سيء جدا. اللعيبه بعيده عن بعضها، اللعيبه مش قادره تجري، اللعيبه مش قادره تقف على رجليها، مفيش هجمات على المنتخب جنوب افريقيا. احنا قلنا ان احنا هنعمل ماتش احسن من كده، بس للاسف مفيش ماتش. امبارح انت ما كنتش بتتفرج على ماتش. اللي انا كنت اصلا بعد ما دخل الجون الثاني كنت عايز اقوم اسيب التلفزيون واقوم. مش هتقول لي انت ما بتدعمش. لا، انا مش شايف اداء في الملعب. يعني بص، في فرق بتبقى خسرانه او منتخبات بتبقى خسرانه بس الاداء بتاعها يوحيك. الحلوه يوحيك دي اللي انت ترجع في اللقاء، انما او يوحي ان انت ترجع في اللقاء. انما امبارح الاداء ما كانش يوحي نهائيا باي عوده في اللقاء. الاداء كان منيل. يعني احنا ما صدقنا اللي سيد نمار عمل عرضيه وجبنا الجون الثاني قلنا بقى هنخش في اللقاء بقى، مش مهم دخلنا متاخر، مش مهم. إيه، كنا الاتوبيس كان ما فيهوش بنزين يا سيدي بس نخش. لا، امبارح احنا بعد ما جبنا الجون كمان ما فيش، برده ما جيناش. عملنا هجمتين ثلاثه طول الماتش او 4 هجمات طول الماتش كله. فلا، الماتش امبارح كان سيء جدا. فانا كنت واحد من الناس كنت نفسي ماتش مصر توصل في البطوله دي لابعد من كده. بس اللي انا احب اقوله للمنتخب ده او للمدرب، المفروض البطوله اللي جايه تاخد ناس من الدرجه الاولى عشان يبقى عندهم خبره. الممتاز بيبقى عندك ناس من الدرجه الثانيه، بس لازم تاخد ناس من الدرجه الاولى عشان يبقى عندهم خبره. امبارح اللقاء كله كان فيه 4 من الدرجه الاولى وكلهم من دوري المحترفين. فلازم يبقى عندك ناس من فوق عشان يدوك الخبره الكافيه اللي انت تقدر تلعب قدام اي منتخب وتقدر تكسب. انما امبارح احنا كنا ضايعين. ده كان في كمان اكتر من كذا فرصه كانت ممكن تيجي في منتخب مصر، كمان كنا ممكن نطلع بفضيحه امبارح، بس ربنا ستر. نخش بقى على الاخبار اللي عندنا، وهي اخبار جامده قوي. هتقول لي ازاي؟ هقول لك بص يا سيدي. اول خبر يخص النادي الاهلي، وهو احنا بص الحلقه دي مش جامده قوي. الحلقه دي حاجه في اللذيذ كده، حاجه في الخفيف منه. بس اوعدك حلقه التوقعات بتاعت بالليل وحلقه بكره الصبح مش جامده، لا ناريه، فيها كميه صفقات وكميه اخبار مش طبيعيه. فانا بقول لك من دلوقتي انتظر حلقه بكره اللي بتنزل الدور ماسك 2 3 1، هتبقى حلقه جباره. خد اما انا اقول لك بقى جباره وناريه وروج ليها من قبل الحلقه ما تنزل، وفي الفيديوهات قبل كده، اعرف اللي هتبقى حلقه ناريه جدا. كابتن هاني ابو ريده
وافق مبدئيا شفويا على ايه بقى يا صديقي؟ اقول لك ان الاهلي يدخل كاس العالم للانديه بسبع محترفين، وده شيء كويس قوي. هتقول لي كويس قوي في ايه؟ اقول لك اما تخش وانت معاك 5 محترفين غير اما تخش وانت معاك 7 محترفين. عدد المحترفين لما بيزيد طبعا، انت لما تروح تجيب محترفين لكاس العالم مش هتجيب محترفين عاديين، انت هتجيب محترفين صفوه الصفوه، حتى لو هي اعاره بس يبقوا ناس توب التوب، هي دي اللي هيحصل. فدي فايده كبيره جدا لنادي الاهلي. انت عندك حاليا مين؟ جراديشيار، بن شرقي، اشرف داري، علي معلول، يحيى عطيه الله، دول الخمسه اللي عندك. هتقول لي بقى رضا سليم، هتقول لي اليو ديانج، اقول لك ما هو رضا سليم بره القايمه وديانج بره الفريق خالص في اعاره. فبالتالي انت عندك 5 محترفين، هيمشي يحيى عطيه الله فهيبقى عندك مكان ل3 محترفين اجانب. 3 محترفين هيبقوا جامدين قوي، 3 اجانب مش طبيعيين. فانا بقى هتلاقي نفسك بقى جايب كوتيسا، جايب لعيبه شبه كوتيسا، فانت هتلاقي داخل النادي الاهلي لكاس العالم سكواد قوي، سكواد قوي قوي. فباذن الله باذن الله نقدر نعمل حاجه. هل القرار ده اعتمد لغايه دلوقتي؟ لا لسه ما اعتمدش، القرار ده موافقه شفهيه فقط، انما اعتمد لا لسه، بس باذن الله هيعتمدوه يعني خلاص. نيجي بس نتكلم في نقطه كده كنت حابب اخدكم فيها شويه. في ناس قالت احنا عايزين نقلل عدد المحترفين في مصر من 5 محترفين ل3 محترفين. ماشي انا معاك. طب ليه هنعمل كده؟ بيقول لك عشان المنتخب ومش المنتخب. طب سيبك من المنتخب ده، هنتكلم عليه دلوقتي. حاليا عندك بيراميدز، عندك الزمالك، عندك الاهلي، ال3 بينافسوا في افريقيا، غير المنتخب، غير الفريق اللي بينضم معاهم الرابع، غير اللي انت الموسم الجاي ممكن يبقوا 5، فممكن يبقى عندك 5 فرق بتشارك في البطولات الافريقيه وبيمثلوا مصر في البطولات الافريقيه. طبعا هم بيبقى معاهم عدد محترفين اكبر من الفرق المصريه. فانت لما تروح تلعبهم فانت كده هتبقى اقل منهم، ده حاجه طبيعيه. سيبك بقى من كل ده، الاهلي في كاس العالم للانديه انت بتتكلم في 3 محترفين، او اي محفل عالمي عامه، كاس بقى العالم للانديه، الانتر كونتيننتال، الحاجات دي هتلعب ازاي قدام الفرق اللي انت بتلعب بيها وانت معاك 3 محترفين بس؟ اصلا انت بيبقى معاك 5 محترفين وهم فارقين عنك بمراحل. تخيل بقى اما يبقوا ال3 محترفين هيبقوا فارقين عنك بقد ايه؟ بسنين ضوئيه. فهتبقى صعب قوي ان انت تجاريهم. فعشان كده بقول لك الكلام ده ما ينفعش. واحد يجي يقول لي، واحد من المحنكين، انا عارف انا الناس دي انا عارف، واحد يجي يقول لي ما احنا بنعمل كده او عايزين نعمل كده عشان منتخب مصر ومش منتخب مصر والحكايه والروايه. هقول لك يا اسطى انت ما بتتفرجش على الكوره. دلوقتي انت بتتكلم على منتخب مصر، طب ما في منتخبات عربيه وافريقيه وهي والحاجات دي كلها عندهم عدد محترفين كبير، وفي نفس الوقت عندهم منتخب قوي. وفي امثال كتير في المغرب، في السعوديه عندهم محترفين يعني بهيلا هوبا. تقريبا الفرق السعوديه ليها 10 مراكز، 10 اماكن محترفين، 8 فوق السن و2 فوق السن تقريبا، ده اللي انا فاكره. وعندهم في منتخب حلاوه بالقشطه. يعني تقول لي انت جعان، اقول لك لا احنا صايمين، بس انا بقول لك ان المنتخبات بتبقى قويه، مش شرط اللي انت تبقى عندك عدد محترفين قليل، ده مش شرط. انت عايز تبقى تتفرج على دوري قوي، فما تقوليش تلعب بالمحليين و3 اجانب، ده انت كده مش هيبقى عندك دوري اساسا مش هتقدموا كوره، هيبقى بليله، ده هيبقى والله ما اقصد حاجه، مش اقصد، بس مش هيبقى كوره، انتوا مش هنقدم كوره. هنقدم بقى طايف في رمضان الحاجات دي، بس مش هنقدم كوره. انما تقول لي 3 محترفين ومش يا عم، احنا بنحاول ان احنا نخلي المحترفين يبقوا 6، تقول لي انت 3 ازاي؟ لا انت كده قتلت الدوري، انت كده بتتكلم في قتل الدوري. فلا انا شايف ان كابتن هاني ابو ريده بعد الخبر بتاع ال7 محترفين للاهلي في كاس العالم، ده خبر زي الفل. الخبر الاخير معانا النهارده، قلت لكم حلقه مش هتبقى اجمد حاجه، بس الحلقه اللي بتاعت بالليل وبكره ضرب نار. الزمالك اتاجل له مباراه سموحه 24 ساعه. هتقول لي ليه 24 ساعه؟ اقول لك هيلعب ماتش الزمالك يوم 11 مارس، ماتش الاهلي يوم 11 اللي هو بكره، ماتش سموحه يوم 14 مارس، فكده انت هتاخد راحه يومين 2 بس. والراحه اللي هي بتبقى هنا في الدوري المصري بيبقوا 3 ايام، في الزمالك طالب بيها وحقه اللي هو يطالب بيها، ده حقه. انت طالب بال3 ايام راحه، ده حقك، وتاخد ال3 ايام راحه.
فبالتالي اتاجل لنادي الزمالك يوم، بدل ما الماتش هيتلعب يوم 14 مارس هيتلعب يوم 15 مارس. ده حقك، ده ما حدش يقدر يتكلم، انت بتطالب بحقك. بس اللي مش حق نادي الزمالك اللي هو طالب بتاجيل مباراه كاس مصر زي الاهلي. مش زي الاهلي التاجيل يعني ياخد الوقت اللي الاهلي هياخده راحه. طب اقول لك حاجه، دلوقتي الاهلي مش مشارك في كاس العالم مش مشارك في كاس مصر، مش مشارك. فبالتالي الاهلي لو كان عنده مباراه في كاس مصر كان هيلعبها زيك، صح ولا غلط؟ بس هو ما عندوش، هو ما هو مش مشترك في البطوله، من كتر البطولات اللي هو بيشارك فيها هو مش مشارك في ديت. فبالتالي انت مش حقك كنادي الزمالك اللي انت يتاجل لك ماتش كاس مصر زي الاهلي، اللي انت تاخد يعني الايام الراحه زي الاهلي. ليه؟ لان الاهلي مش مشارك. انما الاهلي لو مشارك انا بثبت لك وبقول لك بنسبه 100% المباراه هتتلعب زي ما انت لعبت، هو هيلعب وهيبقى الراحه برده 3 ايام والدنيا جميله ومفيش اي حاجه. بس اللي انا بقوله لك هنا ان هي مش نظريه مؤامره، مش نظريه مؤامره ضد النادي الزمالك. لا، هو بس الزمالك موجود في كاس مصر، الاهلي مش موجود. ده اللي فارق، اللي مخلي الاهلي عنده عدد ايام راحه. وهو الاهلي اساسا ما اشتركش في كاس مصر تقريبا ولا السنه دي ولا السنه اللي فاتت بسبب اللي هو عايز ايام راحه. انت فاهمني؟ ليه الاهلي ما بيشاركش في كاس مصر؟ بسبب ان هو عايز يريح اللعيبه بتاعته من كثره المباريات اللي بتتلعب في الموسم. فاهمني؟ فهو ده الفرق. ده الفرق في ايه؟ اللي الاهلي بياخد مش مشترك في البطوله عشان ياخد الراحه الكافيه للعيبه بتاعته عشان كثره المباريات. صديقي التتشاوي، اتمنى تكون الحلقه عجبتك. ما تنسانيش بقى زي ما قلت لك في اللايك والشير وسبسكرايب، وقول لي رايك في الكومنت اللي انا بقول لك التفاعل ميت عندي اليومين دول، عايزين نرفع الفيديوهات. فاتمنى ما تنسانيش، واتمنى انت توحد الله وتصلي على النبي مش التحدي بتاعنا 1000 بنهايه السنه. واليوتيوب بيقول لك ان الفيديو ده هيعجبك، هو اللي بيقول مش انا. والقناتين بتوعي هنا اشترك فيهم، بنقدم هنا جيمنج عظمه العظمه. مستني رايكم والسلام.